قبل ما ابدا واقول اي حاجه، بصراحه كيكه النهارده تستحق الترند. لايك وشير كتير للفيديو علشان يطلع ترند، وهنعمل احلى كيكه بارده ممكن تجربوها في فصل الصيف. حلوه، واطفالك حرفيا هيطلبوها منك في الاسبوع 3 و4 مرات كمان. اول حاجة بتحضري انواع الجيلي، والنهاردة الكيكة بيفضل فيها الوان كتيرة في الجيلي، فطبعا انت تنزلي بنفسك وتختاري كام نوع. فعلشان انا بعت مجاليش غير اللونين دول بس، جبت بالاناناس والفراولة. ممكن انت بقى تجيبي بالتوت وتجيبي بالمشمش، كام نوع كده علشان يديكي الوان مبهجة للاطفال. سهلة وبسيطة. هتحضري كده علب التلاجة، وهتنزلي في كل علبة بباكت من الجيلي وعليه معلقتين كبار من السكر وكوباية ونص من المية المغلية. هتقلبيه كويس قوي، وهتنزلي عليهم بنص كوباية من المية الباردة، نص كوباية بس. ليه؟ علشان الكيس ياخد معانا كوبايتين، علشان احنا عايزينه مركز. وهكذا هتعملي في كل الأطعم اللي انت جبتيها كده. هتنزلي في علبة بباكت الجيلي وعليهم معلقتين كبار من السكر، كوباية ونص من المية المغلية، وتقلبيهم كويس قوي، وتنزلي عليهم بنص كوباية من المية الباردة اللي هي الساقعة. بعد كده هتدخليهم كلهم التلاجة، وممكن تعملي ميكس بين الالوان، يعني ممكن تحطي لون على لون هيديكي لون تاني، وممكن تجيبي مثلا باكت جيلي لون واحد وتنزلي بقى بالوان الطعام اللي عندك. اهم حاجة بس انا عايزة هنا الوان كتيرة من الجيلي. هتدخليهم التلاجة ساعتين هيجمدوا معانا. عبال بقى الساعتين ما يخلصوا، تعالوا نحضر الطبقة التانية، وهي دي الطبقة اللي طعمها رائع بجد. معايا كوبايتين من الحليب، هتنزلي عليهم بمعلقتين كبار من الجيلاتين الحلال. بعد كده هتنزلي عليهم بمعلقتين كبار من السكر او معلقتين كبار من الحليب المحلى المكثف. وهتقلبي بقى كل المكونات بتاعتنا دي على البارد، وترفعيها على نار متوسطة. اهم حاجة يكون ايدك فيها، ما تشيليش ايدك منها ابدا لحد ما تغلي معاكي وتوصل للقوام ده. هتسيبيها تبرد تماما. بعد كده الجيلي بتاعنا خلاص مسك معانا، لان احنا عاملينه مركز مش هياخد اي وقت. هنجيب السكينة ونعمله كله مكعبات بالشكل الجميل ده. هتحضري لي بقى طاجن او صينيه او قالب الانجليش كيك او قالب الكوب كيك، اي حاجه عندك، وتدهنيها دهنه زيت بسيطه بالفرشه بالشكل الجميل ده. هتنزلي بمكعبات الجيلي معانا، والالوان بقى اللي انا قلتلك اعمليها، كتري في الالوان على قد ما تقدري. هنقلبهم كده مع بعض عشان يعملوا ميكس حلو، وننزل عليهم بخليط الحليب. وبصراحة هتاكلي احلى كيك بارد ممكن تجربيه بايديكي. هندخله التلاجة اقل حاجة 3 ساعات، هيجمد ويكون بالشكل الجميل ده. ويا سلام بقى لو عملتيها من بالليل للصبح. الكيكة النهاردة ممكن تقدميها في اعياد الميلاد، ممكن تعمليها لضيوفك لقرايبك وحبايبك، وكل مناسبة لو عملتيها فيها هيقولولك حرفيا انت عاملاها ازاي. لايك وشير كتير للفيديو وجربوها